مساء الهنا، ازيك؟ اكتئاب ما بعد الولادة مش ضعف ايمان ولا معناه ان انتي ست نكدية او بتبالغي. اكتئاب ما بعد الولادة ده مرض، معناه انه مركبات معينة كانت بتطلع في جسمي عشان تحقق لي الاطمئنان والسعادة بطلت تطلع، اسمها سيروتونين ودوبامين. علميا ده مرض. فلو سمحتوا يا جماعة بطلوا تضغطوا على الأمهات وتحسسوهم ان هما وحشين عشان عندهم مرض مش بإيديهم. لو انتوا بتتكلموا باسم الإيمان وباسم الإنسانية وباسم الرحمة عالجوهم وطبطبوا عليهم بدل ما تكسروا فيهم. وعايزة اقولك حاجة، كون ان انا ما جاليش اكتئاب بعد الولادة دي مش شطارة مني. اللي جالها اكتئاب بعد الولادة مش ست خايبة او مستسلمة، ده مش ذنبها، ده مرض زي الضغط وزي السكر زي مليون حاجة. يا جماعة بطلوا تربطوها بان الانسان ده وحش. النهاردة انا هتكلم معاكي عن 3 حاجات كتير مننا بيحسها. اول حاجة اسمها البيبي بلوز، كأنه اكتئاب ما بعد الولادة بس بيعتبروه الاكتئاب بسيط ومؤقت وسهل اننا نتغلب عليه، وده بيحصل لا يمكن نسبة كبيرة جدا مننا كأمهات بعد الولادة. تاني حاجة هتكلم عن البوست بارتم ديبريشن، اللي هو الاكتئاب بقى الحقيقي المرضي اللي محتاج علاج وتدخل من معالج يساعدك وأدوية. نمرة 3 هتكلم معاكي عن حاجة اسمها بوست بارتم سايكوزس، ودي بتحصل في عدد قليل قوي، يمكن كل 500 ام مثلا بتولد واحده منهم ممكن يجي لها ده، واغلبهم بيبقى عندهم استعدادات لده قبل كده. هكلم معاكي واقول لك تعملي ايه مع كل واحده فيهم. اول حاجه البيبي بلوز، اللي هي الزعل او حاله الكآبه العامه كده اللي ما يعتبرش اكتئاب مرضي، اللي بتحصل بعد الولاده. دي بتحصل امتى؟ بتحصل بعد الولاده على طول، يمكن يومين 3، وبتستمر معاكي لغايه مثلا 10 ايام، اسبوعين بالكتير. ودي اغلبنا بنحسها. بتحسي وقتها ان انتي تعبانه، بتعيطي كتير جدا يمكن من غير سبب، تفتكري حاجات حصلت في الولاده ساعات بتأثر فيكي لما تفتكريها. والحلقه الجايه من طبطبه مخصوص عن الاثر النفسي للولاده، عايزاكم تسمعوها، لانه في حاجات كتير قوي احنا جوانا ساكتين عليها حصلت ساعات وقت الولاده وما بنقولهاش وما بنتكلمش فيها حتى مع نفسنا، بس سايبالنا اثر. نمره 3 بتبتدي تحسي ان حياتك واقفه، ما بتعمليش حاجه غير ان انت بتغيري حفاضات، بترضعي وتكرعي وتلحقي الزغطه، الحياه كلها واقفه. بتبقي مجهده جدا، بتبقي متوتره الى حد ما. بيقولوا عليها ان انت بتبقي overwhelmed، يعني حاسه انه انا كاني في حلم، انا ايه اللي انا فيه ده؟ ده مش طبيعي. بس علاقتك بالبيبي بتبقى علاقه صحيه، يعني بتحبيه، بتبقي عايزه تطبطبي عليه، بتبقي فرحانه قوي بشكله والسلوبيتات الجديده الجميله وهو لابسها، تبقي عايزه تاخدوا كده سيلفي مع بعض وهو نايم في حضنك بعد ما مثلا ليله طويله. بيبقى بعض الحاجات المفرحه بتحصل تخليكي تفكي شويه، دي ما فيهاش مشكله، دي بتحصل لنا كلنا. حلها الاساسي نمره 1 ان انتي تطلبي المساعده من الناس، وده مش عيب. ان جوزك يساعدك، ان مامتك تساعدك، انك تدخلي تنامي شويه، انك تحاولي تنامي كل ما البيبي ينام. تاني حاجة انك تعملي روتين لليوم، يبقى فيه نظام ثابت. مش عيب ان انتي تاخدي وقت لنفسك، تستحمي حتى من كتر القشط والحاجات اللي وقعت على هدومك وتعبتك، ده مش عيب ابدا. وهتلاقي حلقة مخصوص من حلقات طبطبة اللي احنا بنتكلم عنها دي اسمها المي تايم، او ازاي اخد وقت لنفسي حتى لو ما عنديش وقت وحتى لو ما عنديش امكانيات مادية في 3 دقايق بس. اخر حاجة مهمة قوي ان انتي تعمليها ان انتي تنزلي بسقف توقعاتك شوية. انتي لسه والدة، متتوقعيش ان انت هتقومي تعملي الحاجات اللي كنتي بتعمليها زمان قبل ما تحملي. متتوقعيش ان البيت هيبقى مترتب الترتيبة اللي كنتي عاملاها قبل ما تدخلي تولدي. لا، دي طبيعة المرحلة اللي انت فيه مؤقت وهيتغير مع الوقت، متقلقيش. تاني حاجة بقى ودي مهمة جدا اللي هي البوست بارتم ديبريشن او اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة مش بس معناه ان انا بعيط شوية كتير او ان انا متوترة. اكتئاب ما بعد الولادة معناه ان انا مش حاسة بالبيبي، يعني مش حاسة بالفرحة، مش قادرة لما احضنه كده احس بالدفى والفرحة والانبساط. وانا اكيد بحبه كأم، مش ممكن اكون ما بحبوش، ويبقى جواكي احساس بذنب كبير قوي انه انا يعني ما بحبوش ولا ايه. تتعصبي كتير قوي لدرجة انك بتتعصبي على البيبي نفسه. بصوا كلنا بنتعصب على العيال، بس لما تبقي لسه مثلا في الاول خالص وبتعصبي على بيبي صغير بشكل مبالغ فيه، بتتخانقي مع جوزك خناقات كتير جدا جدا، لا ده مش عادي.
لما تبقي فاقده الانبساط في اي حاجه، كل الحاجات اللي كانت بتبسطك زمان بطلت تبسطك. ده مختلف عن واحده ما عندهاش وقت تعمل الحاجات اللي بتبسطها، بس لو حصلت اكيد هتنبسط. لا، اللي عنده اكتئاب او ديبريشن ما بيبقاش قادر ينبسط بالحاجات، نومه بيبقى متلخبط جدا. مش مجرد ان احنا اوريدي متلخبط نومنا عشان بعد الولاده والبيبي بشكل عام ظروفه صعبه، لا، نومك بيبقى احلام، في احلام مزعجه، اوقات تصحي من النوم تحسي ان انت مخنوقه وبتعيطي، اكلك متلخبط، بتاكلي كتير جدا غيظ، او منع الاكل تماما بسبب الزعل لدرجه ان انت بتخسي، خلاص خسيتي النص، حاسه ان انت محبطه، حاسه ان انت ملكيش قيمه، حاسه ان انت لوحدك قوي ومحدش فاهمك ومحدش حاسس بيكي، ما عندكيش عزيمه تقومي تعملي ابسط الحاجات، اللي هو حتى لو في وقت تستحمي وانت فعلا حاسه انك محتاجه تستحمي ما بتقوميش تستحمي. في فرق برضو من ان انا ما بقومش استحمى من التعب والهده، وما بين ان انا بدات اهمل بشكل جامد جدا في كل الحاجات الاساسيه اللي كانت بتفرق معايا في نظافتي الشخصيه، في نظافه البيبي. يعني في امهات ماشي ممكن تلاقي نفسها هامله في شعرها، هامله في حاجات، بس مركزه مع البيبي ومركزه مع البيت، بتعمل الحد الادنى. لا، اللي عندها اكتئاب يبقى البيبي قدامها بيعيط والحفاضه مليانه ستول وهي مش قادره تقوم تغير. اكتئاب ما بعد الولاده ده مش بيحصل بس بعد الولاده، اكتئاب ما بعد الولاده اعراضه ممكن الام تحس بيها بعد شهور من الولاده، ممكن تستمر لغايه سنه بعد الولاده، ممكن تروح وترجع تاني وقت الفطام، خصوصا لو انت اوريدي كان عندك الاكتئاب ده بعد الولاده. فما حدش يقول لا اصل اكتئاب ما بعد الولاده لازم يحصل بعدها باسبوع باسبوعين، لا، ده ممكن ياخد وقت طويل، تراكمات تبتدي تحصل لك مع الضغوط وتبتدي تحسي بالحاجات دي. لما الامور توصل للمرحله دي ما ينفعش نكتفي باننا نخرج نتفسح ساعتين او نفضفض مع حد من صحابنا، لا، لازم تروحي المتخصص او متخصصه يسمعك، يساعدك تتعاملي مع مشاعرك بشكل سليم. الادويه اللي بناخدها وقتها ما بتبقاش خطر على البيبي ولا خطر عليكي، ولا فيها زي ما الناس فاكره ان ممكن الواحد يتعود عليها وما يقدرش يبطلها. ادويه الاكتئاب مختلفه خالص عن الدقات والمداومات والكلام ده خالص. لو في الوقت ده كبرتي ما اخدتيش مساعده متخصصه هتلاقي نفسك بتفكري افكار وحشه، انك ممكن تكوني عايزه تخلصي حياتك، او في امهات بتوصل من مرحله الاكتئاب وحوادث وانتوا شفتوها ان هي لا قدر الله تتخلص من العيال مع انها بتحبهم جدا. هي يا جماعه مش ست وحشه، هي مريضه، هي بتتألم وبتتألم جدا. فلازم لو سمحتي لو انتي حاسه بده تطلبي المساعده، ده مش عيب ابدا. وعايزه اقولك انه لو انتي حتى امكانياتك الماديه لا تسمح بانك تزوري دكتور غالي، انتي تقدري تروحي المراكز الكتير اللي بتوفرها الامانه العامه للصحه النفسيه، او تكلمي الخط الساخن بتاعهم وهم يدلوكي على اقرب حاجه ليكي. بس ما تسكتيش على نفسك، انتي غاليه قوي. هيساعدك عشان تخلصي من الاكتئاب ده بسرعه وقت اسرع ان انتي تعملي روتين ثابت ليومك، تظبطي اليوم ويبقى اليوم دايما فيه خطوات ثابته شغلاكي، ان انتي تبقي في جروب من امهات شبهك حاسين زيك، بتفضفضوا مع بعض بنفس الحاجات، مش قاعده مع ناس بتضغط على اعصابك طول الوقت. اخر حاجه بقى عايزه اتكلم عنها وناس قليله جدا اللي عندهم وعي فيها، اسمها البوست بارتم سايكوزس، وده نوع من انواع المشاكل النفسيه اللي ممكن تحصل بعد الولاده ونادره جدا. يعني اكتئاب ما بعد الولاده بيحصل في واحده من كل 10، السايكوزز او الهلاوس اللي انا هقولها دلوقتي دي ممكن تحصل في واحده من كل 500 ام، فهي نادره. اعراضها انه ام بعد الولاده بشويه تبتدي تحس ان هي مش مركزه، مش بكامل طاقتها في التركيز، مش حاسه ان هي في العالم مصحصحه في العالم اللي هي فيه، عندها هلاوس، متخيله ان في حاجات بتحصل للبيبي، او في ناس بتخطط انها تعمل حاجات للبيبي، بتشم بتسمع بتشوف حاجات مش حقيقيه، بعد الشر عنكم بس بتحصل. وساعتها يا حبيبتي متبقاش فاهمه ده الحقيقه ولا ده مش الحقيقه، ده الخيال. وده يا جماعه مختلف عن القلق الطبيعي اللي عندنا كلنا على العيال. انما لما الوسوسه على العيال تبقى مبالغ فيها، انك مثلا مش عايزه بابا يمسكه، مش عايزه مثلا فلان الفلاني ده بيخطط لنا خطه عشان يخطف ابني، بتبقى الموضوع مبالغ فيه. مش عايزه ان كل ام بتخاف على اولادها تفتكر انه ده ان هي دخلت في ضلالات او في مشاكل من النوع ده.